العمرة مشروعة في كل وقت، ليس لها وقت محدود، بل في جميع السنة. يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلم يحدد لها وقتا، بل قال: العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق على صحته. قد اعتمر صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، الصواب أنها 4 عمر: عمرته التي صد عنها في ذي القعدة، وعمرته يوم عام القضاء في سنة 7، وعمرته في عام الفتح من الجعرانة، والرابعة مع حجته، حجة الوداع. أما قول عائشة وأنا في شوال، إحداهن في شوال، فيه نظر الظاهر وهم، والمحفوظ أنها كلها في ذي القعدة، هذا المحفوظ. كذا يقولها في رجب، قول ابن عباس أنه قال عمرة في رجب، المحفوظ أن العمر كلها في ذي القعدة، وأن هذا وهم من ابن عباس رضي الله عنه. ويروى مثل ذلك عن ابن عمر. قال العلماء فيه أن المحفوظ أنها كلها في ذي القعدة، ولكن الأمر واسع، من يعتبر في رمضان، في ذي القعدة، في شوال، في شعبان، في رجب، في أي وقت، الأمر واسع والحمد لله. العمرة كل الأوقات زمن لها، لكن أفضلها في رمضان ثم في ذي القعدة، لأن الرسول اعتمر في ذي القعدة، وإذا اعتمر في شوال أو في رجب أو شعبان أو ربيع أو جماد، لا، كل ذلك الأمر واسع. وقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها في ذي الحجة بعد الحج، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفرغ من الحج، أرسل معها أخاها عبد الرحمن وأمرها من التنعيم في ليلة 13، بل في ليلة 14، دل على التوسعة في ذلك وأن الأمر واسع والحمد لله. أما ما يروى عن علي أنه قال عمره في كل شهر، فهذا فيه صحة نظر، في صحة عن علي نظر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر في كل شهر، وكان في عام الفتح أقام مدة طويلة ولم يعتبر إلا واحدة في ذي القعدة. فالعمرة ليس لها حد محدود، في شهر أو في شهرين أو في 3، الواجب مرة في العمر والباقي مستحبة.